وبيبدأ فيلمنا مع معلم الكونغ فو المشهور تشينج، واللي بنشوفه هو بيتقاتل مع شخص غامض مش قادرين نشوف هو مين. بس الغريب ان على الرغم من ان تشينج قوي جدا وماهر في الكونغ فو، الا ان الشخص اللي بيتقاتل معاه بيوجه ليه ضربة واحدة مش اكتر، الا انها بتكون كفيلة انها تقتله. وبعدها بنرجع ل 30 سنة للماضي، وبنشوف المعلم تشينج وهو بيمرن 3 شباب، واللي بيعتبروا هم بس تلاميذه الثلاثة، داني وهينج وجيم، واللي بيطلق عليهم اسم النمور الثلاثة. وداني يبقى هو اكبرهم سنا، وعلشان كده بيعتبروه اخوهم الكبير، وكمان لانه اول تلميذ عند المعلم تشينج. واثناء التدريبات بيطلب تشينج منهم الثبات واتخاذ وضعيه النسر فوق الاواني اللي قدامهم علشان يحافظوا على توازنهم على قد ما يقدروا. وعلى عكس اخواته، داني مش بيقدر انه يصمد كتير في الوضعيه دي، ولما بيبص تشينج على رجله بيلاقيه متصاب اصابه قويه. فبيسال تشينج تلميذه عن سبب الاصابه، فبيعترف له انها بسبب قتاله مع كارتر تلميذ المعلم وون، وده بسبب انه استهزأ بيه. وبيعرف داني معلمه انه في الاخر هو اللي قدر يكسب القتال. وعلى الرغم من ان داني بيكون فاكر انه معلمه هيفرح ان هو اللي كسب القتال، الا ان تشينج بيحذر داني من انه يدخل اي قتال مره تانية، او انه يستخدم قوته علشان يتفاخر بيها قدام الناس. وبعدها بنروح لتسجيل شريط فيديو لتدريبات المعلم تشينج مع تلاميذه الثلاثه، واللي بيكبروا يوم ورا التاني، وكل يوم قوتهم بتزداد فيه عن اليوم اللي قبله. وبنشوف فيه تسجيل قتال بين داني وكارتر، واللي بيكون واضح قوه ومهاره داني ده، لانه بيهزم كارتر بمنتهى السهوله قدام كل الموجودين. واخر لقطه في شريط الفيديو ده هو قسم النمور الثلاثه بحفظ عهدهم مع تشينج والدفاع عن الضعفاء. وبينتهي شريط الفيديو وبياخد التلاميذ الثلاثه صوره تذكاريه مع معلم تشينج. وبعدها بنرجع للوقت الحاضر، وبنشوف ان داني اقوى تلاميذ تشينج بيكون كبر في السن، وكمان بيكون في طريقه بالعربيه علشان ياخد ابنه ايد من المدرسه. وبنعرف ان داني اتجوز وطلق، لكنه اتفق هو وطليقته كارين على تقسيم ايام الاسبوع بينها وبينه مع ابنهم ايد. ولما مش بيعرف داني يركن عربيته بسبب واحده معطله الطريق، بينزل من غير ما يركنها وبيروح علشان يلحق ابنه، اللي بيقول له انهم هيروحوا الملاهي وهيقضوا وقت ممتع قوي مع بعض. ولما بيرجعوا للعربيه بيلاقي داني ان في واحد ضخم عمال يخبط على عربيته وهو متعصب بسبب عربيه داني اللي قفلت السكه. فهنا بيبص له داني بمنتهى الهدوء وبيركب ابنه العربيه وبيمشي بالعربيه من غير ما يعمل اي مشاكل. ولما بيركبوا بيتكلم ايد مع ابوه وبيطلب منه يعلمه الفنون القتاليه علشان يدافع عن نفسه وعن صاحبه، لانهم دايما بيتعرضوا للتنمر والضرب. لكن داني بيرفض تماما وبيطلب من ابنه يستعمل عقله افضل من اي قتال، زي ما هو اتصرف دلوقتي مع الشخص المتعصب اللي كان عند عربيته. وبعد شويه بتيجي مكالمه لداني من شخص واضح انهم ما تقابلوش بقالهم فتره كبيره، وبيتفقوا على مكان يعرفوه علشان يتقابلوا فيه. ولما بيوصل داني وابنه بيجي شخص من ورا داني وبيمسكه. وبعد شويه بيتضح ان الشخص ده يبقى هينج صديق داني وجيم والتلميذ التاني لتشينج. وبياخد داني هينج البيت عنده، وبنشوف ان رجل هينج مكسوره بسبب وقوعه من ارتفاع عالي وهو شغال. واثناء كلامهم بيصدم هينج داني لما بيقول له ان معلم تشينج مات. وبيكونوا هما الاثنين ندمانين جدا بسبب بعدهم عنه لاكتر من 15 سنه، وبيقولوا انهم كانوا على الاقل هيعرفوا اول ما ده يحصل. وبيعرف هينج داني ان جنازه معلمهم هتكون بكره. وتاني يوم بيعتذر داني لابنه جدا لانه مش هيعرف ياخده للملاهي زي ما وعده بسبب مشوار مهم جدا لازم يعمله. وبيطلب منه انه يكذب على مامته ويقول لها انه اخده فعلا علشان ما تتعصبش ويحصل مشاكل بينهم. وبيوصل داني ابنه البيت كارين، وبيروح هو وهينج لجنازه تشينج اللي بتكون في مدرسه المعلمون. ولما بيروحوا وبيتكلموا معاه بيبان قد ايه هو متعصب بسبب ان تلميذ تشينج التالت جيم ما جاش جنازه معلمه. وكارتر بيكون متعصب جدا بسبب برود الاعصاب اللي باينه على ملامح داني. وبعد شويه بيروح داني وهينج علشان يقدموا التعازي لروح معلمهم. بيدخل 3 شباب وبيفضلوا يهزروا في الجنازه وبيتصوروا مع صوره تشينج وكانهم بيستهزئوا بيه. فبيتعصب هينج جدا وبيكون عايز يقاتلهم، لكن داني بيوقفه وبيقول له انه ما ينفعش يعملوا كده هنا وفي الوقت ده تحت اي ظرف. وبعد الجنازه بيبان قد ايه وونج حزين بعد وفاه تشينج بسبب فضله الكبير عليه في فتح مدرسته لتعليم الفنون القتاليه. لكن كارتر بيكلم داني عن الشباب اللي دخلوا جنازه معلمه وهو حتى ما اتكلمش معاهم، وبيقول له ان لو مكانه كان شك ان معلمه ما ماتش موته طبيعيه وانه مات مقتول. لكن مش بيهتم داني بكلامه لانه عارف ان معلمه قوي جدا ومستحيل حد يهزمه. لكن كارتر بيقنعه انه يروح للشباب اللي جات الجنازه النهارده علشان ياخدوا منهم معلومات عن معلمهم. فبيروح هو وهينج لواحد منهم، لكنه بيجري وهم بيقدروا يوصلوا له، وده بسبب رجل هينج المكسوره ولياقه داني اللي بقت قليله جدا بحكم بعده عن القتال لسنين طويله. فبيقرروا هما الاثنين يلجأوا لصديقهم التالت جيم لانه الوحيد اللي لسه محافظ على لياقته وبيتمرن. وفعلا بيلاقوه هما الاثنين، وبيكون جيم بقى مدرب في صاله رياضيه. ولما بيوصلوا بيحاول هينج يستعرض مهاراته قدام المتدربين وبيديهم بعض النصايح، لكن شكله بيبقى وحش جدا لما المدرب بيطلب منه يضرب كيس الملاكمه اللي قدامه ورجله بتتصاب لما بيضربه. وبعد اللي بيحصل ده بيخرج داني وهينج ومعاهم جيم علشان يسهروا مع بعض. وبيتكلم داني وهينج مع جيم عن اللي حصل لهم مع الشباب اللي جم جنازه معلمهم، وبيقرروا هما الثلاثه انهم يروحوا للشباب دي مره تانية. ولما بيروح لهم الشباب الثلاثه بيتحدوا النمور في قتال
قتال فردي مع كل واحد فيهم، ولو كسبوا واحد بس فيهم هيقولوا له على اللي هم عايزينه. وبيبدا داني وعلى الرغم من انه كان قوي وواحد من النمور الا ان لياقته بقت في الارض خالص ومش بيقدر ان يهزم الشاب اللي واجهه، لكن هنج بيهين الشاب اللي لعبه وبيقدر ان يهزمه بسهوله، وبنعرف انه مش خصم سهل. ولما بيجي الدور على جيم بتبان شراسته في قتاله مع الشاب اللي بيضربه بقوه لحد ما بيهزمه وبيغمى عليه، لكن بمهاره اتعلمها هنج من معلمه تشينج قدر ان يفوقه تاني. وبتتكلم الشباب الثلاثه مع النمور وبيعرفوهم انهم راحوا لمعلم تشينج قبل كده علشان يكونوا تلاميذ عنده، لكنه ما وافقش وقال لهم انه مش هيدرب حد تاني لانه اكتفى بتدريب الثلاث تلاميذ اللي قبلهم، وكان يقصد بكلامه النمور. وبعد ما سمع داني الكلام ده بيفتكر اللي حصل في المواجهه بينه وبين الشاب وبيقرر ان يحاول يسترجع جزء من لياقته على الاقل. وبنعرف من كلامه مع هنج وجيم انه زمان كان بيتمتع بمهاره خاصه وهي توقع حركات وضربات الخصم، وده كان بيخليه يقدر يشوف ضرباته ابطا بكتير. وتاني يوم بيروحوا هما الثلاثه لكارتر علشان يتكلموا معاه عن الكلام اللي قاله عن قتل معلمهم، لكن كارتر بيكون رخم جدا وبيحط شرط انه علشان يتكلم على اي حاجه هم عايزينها لازم هما الثلاثه يقاتلوه وواحد منهم على الاقل يهزمه. فاول واحد بيبدا مع كارتر بيكون جيم واللي بيكون اسلوبه عنيف، لكن كارتر بيكون امهر منه كتير وبيقدر ان يهزمه، وده بيخلي كارتر سعيد جدا لان عمره ما قدر ان يهزم حد من النمور الثلاثه. ولان هنج بتكون رجله متصابه فبيمسك سلاح علشان يعوضه عن ده، لكن برضه مش بيقدر ان يهزم كارتر لحد ما بنوصل لداني واللي بيفاجئ الكل بمستواه اللي اتطور بالسرعه دي، وبيكون هو وكارتر شبه متعادلين في قتالهم مع بعض، لكن في النهايه كارتر بيقدر ان يهزمه لدرجه ان داني بيغمى عليه. وبيصحى داني على معلم وونج وهو بيعالجه وبيساعده انه يفوق، ولما بيفوق داني بيسال وونج اذا كان المعلم تشينج عنده تلميذ تاني غيرهم ولا لا، فبينفي وونج الكلام ده نهائي. فبيواجهه داني كارتر بالكلام اللي قاله من شويه عن تلميذ معلم تشينج الجديد. فهنا بيضطر كارتر ان يعترف وبيقول لهم ان سمع ان معلم تشينج قبل من فتره تلميذ اسمه فان، وفان ده بيكون لف وراح لكل معلمين الفنون القتاليه وقاتلهم وقدر ان ينتصر عليهم. ولما جال كارتر ومعلمه وونج عمل كارتر خدعه وطفى انوار المدرسه علشان يفتكر فان ان مفيش حد موجود. بس الغريب في الموضوع ان بعد اللي حصل ده بيوم جالهم المعلم تشينج واعتذر لهم عن تصرف تلميذه الطايش، ومع الوقت بدا فان يدخل في شغل وعمليات عصابات خارجه عن القانون لدرجه ان بعت رساله تحدي لمعلمه تشينج بعد ما سابه بسبب دخوله في العمليات المشبوهه. وبيفاجئهم كارتر بان معلم تشينج عطى فان الحركه السريه اللي هم نفسهم ما اتعلموهاش، واللي هي ضربه الافعى السامه، واللي بمجرد ما بتتوجه لاي شخص مهما كان بتقتله على طول. فبيقول لهم كارتر انه ممكن يلاقوا فان في قبو للخارجين عن القانون اسمه دين جين. فبيروحوا هما الثلاثه وبيشوفوا كميه رجال العصابات اللي بتتدرب هناك، لكنهم بيسمعوا نفس الصوت اللي كان بيعمله المعلم تشينج اثناء تدريبهم. فلما بيبص هينج وجيم من ناحيه الصوت بيلاقوا شاب قوي جدا بيتدرب قدامهم، لكن لما بيجيله شخص وبيديله رساله بيبان انه مش عايز يشوف محتواها، وبياخد معداته وبيمشي من المكان. وبتبدا النمور تتاكد ان الشخص ده هو فان وان هو اللي قتل معلمهم، فبيمشوا وراه وبيدخلوا المطعم اللي دخلوا وبيقعدوا على ترابيزه بعيده عنه علشان يقدروا يراقبوه براحتهم. وبيشوفوا ان في شخصيه بتدخل المطعم، واول ما بيسيب حراسه وبيدخل الحمام بيدخل وراه فان، وبيقوم هينج هو كمان علشان يشوف اللي هيحصل. وبنتصدم بان فان بيخبط بس مجرد خبط على ظهر الشخص المهم ده، الا ان دي بتكون هي ضربه الافعى السامه، وبمجرد ما بيرجع الشخص ده لترابيزته بيكون مات. وهنا النمور الثلاثه بيتصدموا صدمه كبيره باللي شافوه، ولما بيخرجوا بيوصف لهم هينج اللي حصل واللي شافه في الحمام. وبعد شويه بيقابلوا فان وبيطلب داني منه انهم يتقاتلوا مع بعض في قتال مفتوح، وبيكونوا على وشك انهم يبداوا، الا ان كريم بتكلم داني وبتطلب منه يروح يجيب ابنه من المدرسه. فبيكون داني محرج جدا وبيسيبه فان وبيروح يركب الموتوسيكل بتاعه وبيقول له انهم هيكملوا قتالهم بس في الحي الصيني الساعه 10 بالليل، وبيسيبهم وبيمشي. وهنا بيعيد داني التفكير في قتاله مع فان لانه بيكون خايف ان يستخدم معاه ضربه الافعى السامه. وبيقول لجيم وهينج ان عنده طفل ومش عايز يتربى يتيم، وعلى الرغم من كلام جيم وهينج معاه عن القسم والعهد اللي بينهم وبين تشينج الا ان داني مش بيهتم وبيقول له ان ابنه اهم من كل ده. فبيتضايق هينج جدا وبيسيبهم وبيمشي. ولما بيروح لابنه المدرسه بيلاقي الاولاد اللي معاه بيضربوه بقوه، فبيتدخل علشان يبعدهم عنه وبياخد ابنه وبيروحوا مطعم. وهناك بيكون ايد حزين جدا وبيقول لابوه ان فعلا محتاج ان يتعلم الفنون القتاليه علشان يدافع عن نفسه، لكن بيفضل داني رافض وبيطلب من ابنه يبعد عن المشاكل على قد ما يقدر. وبالليل لما بيروح فان للمكان اللي اتفق عليه هو وداني بيلاقي هينج هو اللي مستنيه هناك، وبيدخلوا هما الاثنين في قتال محسوم من قبل حتى ما يبدا. لان بعد شويه لما بيفتح كارتر باب المدرسه بيلاقي هينج مرمي قدامه ومتصاب اصابات قويه جدا. ولما بيعرف داني اللي حصل لصديقه بيروح على مدرسه المعلم وون وبيعرف منه ان فان ساب رساله على صدر هينج بتقول ان مستنيه للقتال زي ما اتفقوا. فبيقرر داني انه ينتقم لمعلمه وصديقه هينج، وبيروح لفان اللي بيقول له انهم هيتقاتلوا في 3 جولات، ولو حد فيهم كسب في مواجهتين هيكون من حقه يقتل التاني. وبيطمن فان داني وجيم وبيقول لهم ان لو كسب هيرميهم من فوق الكوبري. وبتبدا اول جوله وبيكون باين التطور في مستوى داني، لكن فان بيكون مغرور وبيستهزأ بيه وبيسيبه يكسب الجوله الاولى. وبيبدا القلق يبان على داني بعد ما شاف قوه فان، لكن جيم بيهديه
بيهديه وبيفكروا باللي حصل لأقرب الناس ليه بسببه. وبيقوم داني وبيكمل قتاله مع فان اللي بيهزموه في الجولة التانية، وبيبان التعب جدا على داني، لكن بيرفض داني ان ينهي اللي بدأه قبل ما يهزم فان. وبيقوم للجولة التالتة واللي هتحدد مين فيهم هيقتل التاني. وبنتفاجئ بان داني قدر يسترجع مهاراته القديمة في توقع حركات الخصم، وبدأ داني يشوف ضربات فان كلها بطيئة جدا لحد ما في الاخر بيسيطر عليه تماما وبيرمي رمية قوية بتسبب له شلل تام. وبدل ما يقتله داني بيطلب الشرطة من تليفونه علشان تيجي تقبض عليه. وبنشوف ان في النهاية بيعمل داني مع ايد نفس اللي عمله مع معلمه، وهو ان بدأ يدربه على فنون القتالية وبيصور كل حاجة بتحصل زي ما ابنه كان بيتمنى. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده.